لو انت مش بتحب شكل ابتسامتك فحب اقول لك ان الرئيس جورج واشنطن كانت سنانه كلها متصابه، وبعد فتره بدات انها كلها تقع وما تبقاش عنده غير سنه واحده في الوقت اللي كان مسك فيه حكم امريكا، وحتى ان السنه الوحيده ديت خلعوها عشان يعملوا على اساسها مجموعه اسنان تانية ليه. انت ممكن تفكر ان هم وقتها كانوا بيعملوا الاسنان من الخشب، ولكن الحقيقه ان هم كانوا بيعملوها من اسنان الحيوانات الميته وحتى اسنان بعض البشر اللي ماتوا. الاسنان للاسف ما كانتش بتبقى مظبوطه في بقه، وكانت بتسبب له نوع من الوجع كمان، وده السبب في ان انت في اغلب الصور والبورتريهات المرسومه له هتلاقي ان هو ما كانش بيضحك حتى في صورته على الدولار. تخيل انهم يفتحوا بطنك ويلاقوا جواها مجموعه لحم وعظم وشعر وكانه كان كائن حي جواك. رجل هندي اسمه سانجو عمره 36 سنه كان عايش طول حياته عنده انتفاخ في بطنه، بس هو كان بيتعامل مع الموضوع ان هو انتفاخ عادي في شكل البطن. المشكله ان الراجل كان جسمه رفيع فالبطن ما كانتش منطقيه، ومع ذلك عمره ما فكر فيها لحد ما في يوم من الايام حس بوجع قوي جدا ناحيه صدره، ولما راح بسرعه على المستشفى والدكاتره فتحوا اتفاجئوا باللي لقوه جوه. اللي حصل ان الراجل ده وهو في بطن امه كان معاه توأم تاني، ولكن التوأم ما انفصلش عنه ولكنه كان بينمو جواه، وطول السنين اللي فاتت دي كان التوأم اللي جواه بيتغذى معاه من المعده لحد ما وصل للحجم الكبير اللي ضغط بيه على جسمه، فحس بعدها بالالم وراحوا طلعوه. الراجل بالمناسبه تعافى تعافي كامل وقدر ان هو يكمل حياته. لو انت مش عاجبك المغنيين بتوع الايام ديت فحب اقول لك ان زمان كانوا بيجيبوا الموسيقيين ويربطوا الفلوت حوالين رقبتهم ويقفلوه بقفل معدني، وبعدين يثبتوا الصوابع بتاعته في اماكن العزف على الفلوت وبرضه يقفلوا عليها بقفل معدني تاني، ده عشان يبقى انت شكلك كانك بتعزف عليه. وبعدين بقى بياخدوك ويمشوك في الشارع ويبداوا ان هم يزفوك، الناس بتشتمك وفي بعضهم اللي ممكن يضربك او يحدفك بطماطم معفنه، وكل ده بس بيحصل عشان انت عزفت مقطوعه غلط. ما بالك بقى الناس اللي عندنا دلوقتي دول لو راحوا هناك كانوا هيعملوا فيهم ايه؟ لو احنا جمعنا كل نقطه دموع انت بتعيطها انت ممكن تكون فاكر انها ممكن تملى نهر مثلا، ولكن في الحقيقه البشر بيعيطوا في العادي حوالي نص معلقه دموع، ده لو افترضنا ان انت حزين قوي يعني. ولو انت فضلت تعيط لمده يوم كامل 24 ساعه بدون توقف اخرك هتملى كوبايه صغيره. اما بالنسبه للنهر فهو يقدر يستوعب ملايين جالونات الماء، فعشان حضرتك تقدر انك تملى نهر كامل محتاج تفضل تعيط بدون توقف 24 ساعه لمده 500 سنه كامله، ده لو افترضنا ان انت عيوطه وجامد يعني.